السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الخضر اللي بطريقه صحيه مع طريقه الكفته اللي كتجي اكثر من رائعه. بقاو معايا بلا فيديو حتى الاخر باش ما نطولش عليكم. ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، ونبداو مباشره بالوصفه. وما تنساونيش بلي لايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم دائما الجديد ديالي. ونبداو بسم الله على بركه الله في الوصفه ديالنا. اول حاجه غنشدوها هي الدنجال، غنغسلوه مزيان ونحطوه فوق البوطه باش يتشوى. انا عندي هنايا راه ديجا خادمه من قبل وخاشيه في المجمد. غندير هنا مباشره عندي حبه ديال الفلفله، عندي حبه ديال الدنجال، وعندي 3 ديال الكورجيت. صافي غنشد ديك الحبه ديال الدنجال ونقطعها بهذه الطريقه. وبالنسبه للكميه تقدروا ديروا الكميه على قد افراد العائله. صافي ناخذ ديك الفلفله حتى هي نقطعها على جوج بنفس الطريقه نقطعها. من بعد ما قطعتهم كاملين بهذه الطريقه صافي ندوز كاملين نحطهم هنا غير فشي اناء. صافي غنخليهم هنا جانبا، غنرش عليهم غير واحد شويه ديال الخل ونحطهم جانبا. غندوز هنا عندي بطاطا اللي قطعتها غير على جوج وسلقتها بشويه ديال الملح. عندي هنايا الطاو ديالي، صافي نحط ديك البطاطا غندوز هنايا عندي التوابل. عندي هنايا شويه ديال الملح، شويه ديال التحميره اولا البابريكا، وشويه ديال البزار. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال المايونيز، وغنزيد عليها هنايا زيت العود. غنخلط كلشي مع بعضياتو مزيان. صافي وغندوز باش ندهن ديك البطاطا ديالنا. ولا عندكم الاعشاب مناسبه تقدروا تزيدوا شويه ديال الزعتر. صافي غندوز باش نقلبهم. وبالنسبه للبطاطا ديالكم ما تخليوهاش طيب مزيان، ما تخليوهاش تسلق بزاف، صافي حيت مازال عاد تزيد طيب في الفران. صافي داكشي اللي بقى ليا غنزيدو عليها ديك الخضره اللي عندي هنايا. صافي ندوز نزيد لهم واحد المغرفه صغيره ديال الكمون. صافي غنخلط المكونات مزيان. صافي نبدا نستف ديك الخضيره ديالي. صافي كيف ما شفتوا معايا انا من بعد ما حطيت خضيره كامله. بالنسبه للطاو انا عندي صغيره، هادشي علاش غنستعمل طاوه اخرى. غنحط هذه هنايا جانبا. صافي غندوز عندي هنايا الكفته، وعندي جوج حبات ديال الدنجال اللي مشويين. انا ديجا كانوا عندي في المجمد. غنقطع ديك الدنجال ديالنا. صافي غندوز باش نبدا ندعكهم بهذه الطريقه، ندعكهم مزيان مع بعضياتهم. هنا من بعد ما معك ديك الدنجال مزيان صافي غنخلطوا ديك الكفته، وغندوز باش ندير التوابل. عندي هنايا ثومه بودر، الملح على حسب الذوق، بابريكا اولا التحميره، الفلفل الاحمر الحار، اخر حاجه معلقه ديال الكمون. ندوز باش نجمع كلشي مزيان. كما كتشوفوا معنا كيكون هذا هو الخليط اولا القوام ديال ديك الكفته ديالنا.
صافي غندوز مباشره ناخذ طاوه اخرى، غندوز مباشره. خديت هنايا طاوه اخرى ونخدم الكفته ديالنا بهذه الطريقه. الطريقه راه سهله وبسيطه. وصافي كيف شفتوا معايا هنا من بعد ما ساليت غندوز ندخل الطاوات بجوج ديالنا الفران. كيف ما شفتوا معايا انا من بعد ما طابت لي ديك الخضيره كامله كيف ما كتشوفوا، صافي غندوز باش نقدمها. ديك الكفيته حتى هي راه طابت، صافي نقدمها معكم. وكيف ما شفتوا معايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالنا. هنايا راه درت شويه ديال لاصوص وكنقدموهم بالصحه والراحه. واذا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج، وانا نقول لكم صحه وراحه فيديو جديد ووصفه جديده، ومع السلامه.